السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوعى تدقس. حلقتنا الليلة نتكلم عن ذا فويس. المرة اللي فاتت كان عندنا نائب من السودان، كلكم شفتوه سمعتوه. للأسف غنى غرب وما شار أي حاجة ولا طلع التاني. ممثل السودان الناس خطت أمل، في نفس الوقت بيقولوا اللي بيغني أجنبي. البرنامج هو يعني أحلى صوت، دايرين غنى عربي، كلام واضح. السنة دي 2015 ذا فويس بدأ. ده راجل يعني معلش راح نخش في ذا فويس بدأ. شيرين، صابر، كاظم، عاصي. كاظم الغيسر ما فيش كلام، صابر امبراطور، عاصي التاريخ، شيرين البنت الصغيرة. شيرين يا شيرين مالك؟ فستان غريب كده كاريكاتيري أحمر، سروال. حلقة امبارح أنا اتفاجأت إنه بالجزمة بتاعتها بتدوس على البظ، بالجزمة بالكعب العالي. الحاجة الكويسة إنه يعني كيفتني إنه المسابق ما اختارها. ده ما موضوعنا. فالسنة دي أمجد شاكر، والله يعني شرف، ما حقد، شرف لينا يعني إنه أمجد يمثلنا. لكن يا أمجد مين هسي بنقول لك؟ أنا احتمال يكون ما صديقك في الفيس، وأنت أصلا ما حد صادق كمان بسهولة. مايكل جاكسون طبعا. فالمهم إذا واحد من أصدقائي مع أصدقائك، والله واحد من زملائنا في الجامعة معانا، المهم يوصل لك الرسالة دي إن شاء الله. يعني يا أخي أنا لنا بالسودان إن شاء الله حنانا، لكن ما تشبك أنا أول أوف مي واي كان بليف إت، ولا غنانا ولا بيشبهنا ولا حقنا. بعدين نحن ذاتنا يعني كلنا كنا فنانين وعازفين واشتغلنا وعدادات وشبشنا وغنجونا وتمغرزنا. ده الكلام بتاع الوسط الفني بتاعكم ونحن خليناه. فرجاء يا أخ مثلنا، يعني زي سيد خليفة مثلنا، الناس بتعرف السودان بالبابو، وردي مثلنا، غيره مثلنا. بس خلينا الأغاني الأجنبية دي. لا أنت يعني في الإعلانات كلها بتاعتك سوداني وقريب وبتاع، لا بالعربي. نحن يعني أنت لو عملتها بالإنجليزي أصلا ما هو نحن بالعربي ما فاهمين ذات أي حاجة. فدي نقطة. بعدين ما يعني شنو صابر والله كاظم والله يعني أنا بشوفك إنك يعني ما هو أنتوا في النهاية فنانين زي بعض، ما تفرح بيهم كثير وما تديهم حتة عالية ما تندهش لهم يعني شنو يعني ما فنانين. ربنا قال لا يغني إلا فاسق. فالمهم حاول شوية كده شرفنا يعني. الخير بريد الناس زي بالمناسبة دايرين يعني ما يجبروك، ما انت كده كده اصلا طاير، فما تنجبر علينا تغني لك اغاني. يعني السودان ما فاهمك، انت اصلا عايز تغني لهم، لا تغني لهم هن. طيب ما تغني لهم ذاته بالمصري ولا بالعراق ولا فيهم واحد عليك الله خواجي قاعد عشان تغني لهم والله نصيحة، ولا بحسدك ولا يعني ما عندك حاجة ذاته تتحسد عليها يعني. يعني مثلا واحد كان ممكن يحسدك لو كنت مثلا حافظ المصحف. انا كنت حافظ يقول امجد حافظ المصحف، والله ناير كان حافظ البقر. لكن انتم بتحفظوا لكم في حاجات. هو النار دي اصلا النار دي والله يا اخي ما معروف، احتمال يكون عندكم اعمال خير سريه وكده يعني تشفع لكم.
هذه عربية من عربات الحاج يوسف. ف واقول لك يعني حتى لو غنيت السودان ولا غنيت فلسطين ولا ما بيشيل ولا حنشيل ولا السودان ده ولا بنخش كاس العالم او كورتنا الحبه وغنانا حبه وكله. يا اخي والله يعني ما يعني يا بنطلع برا بدونا 7 بنجي راجعين، بنمشي وين بدونا 3 بنجي راجعين. فما قسمتنا يعني لا للغنى ولا الكوره. يقول لا ما في والله يعني ما هو ربنا خلقنا ليش يعني؟ ما نحن ناس مسلمين. عندك فترة زمنية يا هو تصلي فيه في الفترة دي، ولقيت طريقة حجيت، زكيت زكاتك، صمت رمضانك. ما هي لحظة قصيرة. يعني ما يعني لو كان احنا جنتنا دي الدنيا كان بنشيل كأس العالم. السودان شال كأس العالم 3 مرات وألمانيا شالته مرتين، لكن نحن ما مخلوقين لكده. انا معاك في التقنيه، انا ذاتي في التقنيه واحدث التقنيه وفي الكمبيوتر وفي يعني اي اله بتاعت تقنيه انا عندي الحمد لله. لكن برضه الواحد بيعيش في النهايه غايته هارد لك يا امجد شاكر، وهارد لك يا نايل، وهارد لك ذا فويس القادم. ما عندنا طريقه يعني، بنجي من كور كده بنفجيط بنعمل رقصه رقصتين يعني حتى 5 اغاني انت هسه غنيت واحده، مع انه ده ذاته الفتره التجريبيه. الموضوع الثاني اي غاسي والله، انا بجيب الحقيقه. انا ما يعني الواحد عارف يعني ما انا عالم والله انا بتاع ما بعلم الغيب، لكن ما يعني المهم نجلي جلي عليك الله جلي القصه دي بتاع الراجع، ما عليكم على الجرجره. يعني شنو الناس عرفوك وبتاع يعني. انا لو عندي عرس يعني انت وجان حيجيبك تيجي تغني لي اول اوف مي ولا تغني لي، ف غني لنا سوداني غني لنا مصري. هو كان انا كان بقول طه كان ان شاء الله يعني طه يكون الموسم الغالي. وطه سليمان ده يعني بيعمل حاجه لانه بغني، عنده اغاني وعنده الحان وعنده وكده. امجد شاكر هو يعني انه ما بطل ما يعني انه ظاهره من الظواهر، يعني انها حتبقى او تندثر دي حاجه ثانيه. عليك الله جل القصه دي بتاع الراجع، ما عليكم على الجرجر. عليك الله جل القصه دي بتاع الراجع، ما عليكم على الجرجر. عليك الله جل القصه دي بتاع الراجع، ما عليكم على الجرجر.